الكرايف مين اوبجكتيف قلنا ان اي موديول هنتكلم عليه قبل ما نتكلم على المين اوبجكتيف بتاعه احنا هنبقى محتاجين نعرف مين اليوزرز بتاع الكرايف. اليوزرز بتاع الكرايف او في الحقيقه يوزر واحد هو السي اس ام. السي اس ام هو اليوزر بتاع الكرايف. طب الكرايف بقى هو عباره عن ايه؟ الكرايف هو اليوزر الوحيد للكريبتو درايفرز. يعني مفيش حد بينترفيس مع الكريبتو درايفر غير كرايف. فهو يعتبر يونيفايد انترفيس تو ذا كريبتو درايفرز. ان اي حد عايز يوصل للكريبتو درايفرز اللي هو في الاخر بيبقى سي اس ام هو الوحيد اللي بيوصل للكريبتو درايفر بيكول الكرايف. وزي ما كنا شفنا قبل كده رغم ان الكريبتو درايفر ممكن يكون عندي مالتيبل كريبتو درايفرز، انا عندي كراي اي اف واحد. فانا فانا لو انا عايز اوصل للدرايفر سواء انا عندي 1 درايفر 2 درايفر او 3 درايفرز، في الاخر بكل الكراي اف هو اللي بيوصل. فالكراي اف بيعمل ايه؟ بيابستراكت الكريبتو، بيابستراكت السي اس ام عن الكريبتو درايفرز وعن الابلكيشن التاني. فبيقول لك ابستراكت كريبتو درايفرز فروم السي اس ام، بمعنى ان السي اس ام والابلكيشن مش عارفين انا عندي كام درايفر. المعلومه دي عند الكريبت عند الكراي اف. عشان كده لما نبص على هنا هو اي حد عايز يوصل للكريبتو درايفر هيبقى من خلال الكراي اف. وبالاخر السي اس ام مش شايف اللاير اللي تحته ولا الابلكيشن شايف اللاير اللي تحت، فمحدش عارف معلومه انا عندي كام درايفر which درايفر المفروض يهندل which algorithm. المعلومات دي عند الكراي اف. اوكي. فمن هنا لو بصينا ان انا لو عندي الابلكيشن ده عباره عن، لو عندي سي مثلا قصدي الكيس دي ان انا عندي تو درايفرز سوفت وير لايبرري وهاردوير انترفيس، وعايز اتحول للكيس دي ان انا عندي سوفت وير لايبرري. السي اس ام مفيش اي حاجه الابلكيشن من الاول مفيش حاجه هتتغير فيه. السي اس ام مفيش حاجه هتتغير فيه. ممكن تبقى هنا برضه. يعني هنا نو تشينج، والسي اس ام مش هيبقى فيه اي تشينج. الكراي اي اف اللي هيبقى فيه تشينج في الكونفيجريشن، بس في الكود بتاعه المفروض لا، لو هو كود مكتوب صح. طبعا الكريبتو هيتغير، انا ممكن اكون جبت كريبتو موديول مختلف. فمن هنا لو انا كان عندي تو درايفرز وحولتهم لدرايفر واحد، او عندي درايفر واحد وحولته لتو درايفرز، او تو درايفرز حولته لثري درايفرز، وات ايفر، في الاخر اللي بيتغير الكونفجريشن بتاع الكرايات بشكل كبير. السي اس ام ممكن ما يحتاجش يتغير، الابلكيشن ممكن ما يحتاجش يتغير خالص. فهو دي لازمه الكراي اف، ان هو بيابستراكت من الهاير ليفل من الابر ليفلز اللي هو السي اس ام والابلكيشن. انا عندي كام درايفر،